رب النهارده رابع من رمضان يكرمني بس بيه العصير دوت عشان اكل اختي. يلا ايه كوبايه العصير ب5 جنيه. يلا ايه كوبايه يا عم انت هتفضل تبيع عصير لغايه امتى؟ الفرشه دي هتاكلها لغايه اخر يوم رمضان. قول بس انت يا عم الرب وربنا يكرمك. ما انا قلت يا رب كتير انا زهقت. امسك بس اختك كده وعشان اقوم اصلي العصر انا وابقى ارجع لك. انت المطلوب. بقول لك يا دي حسن في مصلحة حلوة. ايه المصلحه؟ عاوزين بنت صغيرة هنوديها لواحد غني يتبناها. ايه المقابل؟ هيدينا فلوس كتير. اعتب له حصل. سامحيني يا اخت انا بحبك بس بحب الفلوس اكتر من اي حد. البت اهي. جدع يا دي حسن. وادي يا عم الفلوس اهي. دي هتفطرني رمضان كله. الحمد لله يا رب صليت. ايه ده؟ فين اخويا واختي؟ وايه الورقه دي؟ سامحني بقى يا اخويا اصل انا بحب الفلوس اكتر من اي حاجه وما تدورش على اختك عشان انت مش هتلاقيها. يا لهوي ده لازم الحق اختي. المصلحة دي لو بدت يبقى كمل. ادي البت اللي اتفقنا عليها يا معلم. عفارم عليك يا دي احمد. جعفر النهارده حلقة المافيو. دخل الحرامي انا نايمه. شوف قلة أدبه انا نايمه. ولا عاملها نفسي نايمة ولا عاملها نفسي نايمة. يا عم يا عم يا عم ايه ده؟ والنبي ما شفتش واحد ماشي بعيله صغيره؟ ايه ده بس يا حبيبي ليه في ايه مالك ما شفتوش؟ لا اخويا طماع وبيحب الفلوس قوي، خد اختي ومشي بيها ومش شاف لا يعمل فيها حاجه وانا قاعد على فرش عشان اكلها. ثانية واحدة. جعفر اعرف لي فين اخوه بسرعة. 3 4 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا قول لي فين مكان اختك بسرعة. انا بعتها لسيد. بعتها لسيد يا غبي. في حد يبيع ضناه واخته بالفلوس؟ انا اسف يا عم انا مش عارف انا عملت كده ازاي. اسف ده انا هسيبك عمرك كله تتعذب. بس انا عرفت فين مكان اختك وربنا يجيبها لك. طب والنبي يا عم جيبها لي بسرعه. ما تخافش ثانية واحدة هجيبها لك. بقول لك ايه خلي بالك من نفسك عقبال ما اجي. ماشي يا مجدي خلي بالك. ماشي يلا سلام. هي دي اختي يا مزيكا. ثانية واحدة انت. مسكة حتى رابع يوم رمضان جاي ليه؟ هفضل اجي لك كده ال30 يوم بتاع رمضان عشان اعجن عليك. هو انت ما عندكش قلب يا جدع؟ في حد ياخد اخت عيل غلبان زي دوت بفلوسه؟ طب حلو امسكوا يا رجالة. اسمع بقى حبيبي انا جاي لك بتحدي المرة دي محدش هيقدر يعمل. بس كده انت عارف ان بقالي 3 ايام الناس دي بتقدرني وبتطلعني اكسب لهم. هنشوف اللي بيحبوا يكتبوا في الكومنت مزيكا الرجولة والجدعانة. بس كده؟ خلي رجالتك تسيبني. سيبوها يا رجالة. هات كده البت دي. خد يا ربيت. خد اختك يا عم. حاجة تانية؟ انا بقى اوريك الناس هتقدرني ازاي. هنشوف. بقول لكم يا جدعان دلوقتي انا داخل معاه تحدي وواثق ومتاكد ان انتوا هتكملوا معايا وتكسبوني في التحدي ده. هو قال لي لو الناس دي بتحبك هتكتب في كومنت مزيكا عن الرجوله والجدعان. عايز اشوف بقى هتحبوني وتقدروني ولا لا وطلعوا الفيديو ده اكسب له.